عليكم شباب، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. معكم محمد، واليوم اول مقطع لنا على القناة يا شباب يا اساطير. اخير ربكم كلكم. اليوم راح ادلكم افضل 5 العاب كرة قدم تقدر تلعبها اونلاين مع اصدقائك، والحجم يعني للمتوسط للقوي هيك شي يا شباب. فقبل ما نبدأ الفيديو تنسى اللايك، اشتراكك بالقناة يا حبيبي، ويلا بينا على المقطع. واول لعبة معانا يا شباب لعبة فوتبول بيس 2024. هاي اللعبة بعد ما نزلها تحديث يا شباب اللعبة صارت اسطورية درجة أولى ما تتوقعون، من ناحية الواقعية، المعلقين، أجواء المباريات، الأطقم والألبسة الجديدة اللي نازلة باللعبة. فلحق ما تلحق عم يوزعون 3 لاعبين من أظن نادي أرسنال. نعم أنا كمان ملعبها، أظن من نادي الأرسنال. واللعبة أونلاين تشتغل على تقريبا على كل الأجهزة، يعني ما عدا اللي تحت الضعيف، يعني هذا ما لنا شغل فيه. المهم هاي اللعبة قدامكم، راح احط لكم رابط تنزيلها من جوجل بلاي او من موقع تاني، راح احط لكم رابط تبعها. الحق ما تلحق قبل ما ينتهي العرض. يلا بينا على اللعبة التانية. واللعبة التانية معانا توتال فوتبول، لعبة كرة القدم. نعم لعبة توتال فوتبول نزلت على الساحة، وعلى اساس تنافس اي فوتبول، وعلى اساس تنافس اف سي. بس ما شاء الله اللعبة كتير اسطورية، تشتغل على كل الاجهزة، وتدعم الميكروفون والتعليق العربي، والواقعية فيها كتير عالية. دي توق جوائز من بداية اللعبة على الاسبوعية يعني اللي يلعبوها عفوا. يعطوهم كريم بنزيما، لوكا مودريتش، كتير لاعبين. انا دخلت اللعبة يومين بس، والله يومين بس، اعطوني تقريبا رونالدينيو، رونالدو نسخة 2008، ليونيل ميسي نسخة برشلونة. اللعبة كتير اسطورية، انصحكم بتجربتها، احط لكم رابطها بالوصف. لعبة اونلاين كمان. ويلا بينا على اللعبة الثالثة. ومستحيل نقول كل العاب كرة القدم بدون ما نجيب سيرة اي سبورت اف سي. هاي اللعبة صراحة ختمت كرة القدم، ما ضل مجال المنافسة لا من اي فوتبول لا من اي لعبة تانية. اختار لك اي لعبة تدخلها براسك، يو اف ال، اي لعبة تخطر على بالك. مستحيل تنافس فيفا، مستحيل تنافس فيفا او اف سي. نقدر نقول اللعبة من ناحية الجرافيكس والواقعية والأطقم والفرق، هاي أصلا جاية من فيفا، يعني تاخد رخصها من فيفا النظامية العالمية، على أساس يجيبوا لنا تحديث إنه يدخلون فيها طور مهنة لاعب وطور مهنة المدرب. ولعبة أونلاين وحجمها كتير صغير، 100 ميجا بايت أو 200 ميجا بايت، تصير لكل الألعاب. فأنصحكم تجربتها، وراح أحطلكم رابطها بالوصف. ويلا بينا على اللعبة الرابعة والخامسة الأخيرين. واللعبة الرابعة معنا دريم ليج سوكر. هاي أيامها كانت ب2019-20، كانت أفضل نسخة، وحاليا طوروا منها بشكل كتير كبير. جو فيها مدربين، دخلوا فيها أشكال مدربين، تقدر تختار مدرب لإلك، والجيم بلاي حسنوه، واللعب ألعاب يعني زبطوه على آخر. فأنصحكم بتجربتها، واللعبة صايرة كتير أسطورية، أنصحكم بلعبها. واللعبة اونلاين كمان، وتشتغل على جميع الاجهزة، يعني 500 ميجا بايت ما بعرف، يعني اظن كل الاجهزة تقدر تنزل 500 ميجا بايت مو مشكلة. ولعبة حاصلة على الترتيب التاسع من اهم تطبيقات الفئة الرياضية، فانصحكم تنزيلها، راح احطلكم رابط تبعها بالوصف. يلا بينا على اخر اللعبة معنا بالفيديو. واللعبة الاخيرة معنا لعبة فكرتها شوي مضحكة، لانه انت راح يكون لا لك جسد كامل باللعبة، راح يكون لك رجل ورأس بس باللعبة. بس تقدر تطور من شو اسمه هاي القفازات اللي بيدك اللي بظهرك وما بعرف ايش، تقدر تظبطها على راحتك. عندك كتير مميزات راح تجربها. صراحة انا مو مجربها كتير، لهيك ما بعرف شو احكي لكم عنها. بس من اللعبة ومن الشباب اللي شفتون عم يلعبوها، من الاصحاب اللي شفتون عم يلعبوها، اللعبة كتير اسطورية شباب. فانصحكم تجربتها. واللعبة اونلاين، مستحيل تلعبها بدون اونلاين، هي اللعبة اساسها اونلاين تلعبها. فيها مهام وجوائز كتيرة، والشركة تعمل جوائز على بلاي ستيشن او ايفون او هيك شغلات، تقدر تدخل بطولات وتشارك فيها. راح احطلكم رابطها بالوصف. وهي بيكون مقطعنا اليوم يا اساطير. فاذا اتمنى اذا عجبكم تحطوا لي لايك واشتراك. اسف اذا كنت تلبكت اليوم، واشوفكم مقطع جديد. كان معكم محمد